إن الله تعالى خلق الديك وجعله آية من آياته تعالى، والديك هو ذكر الفراخ، ويتصف بالعدل بين زوجاته من الفراخ، فهو من صفاته تعدد الزوجات. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الديك في حديثه، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. فهذا حديث واضح من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الديوك تتكلم، فإنها تصيح بالآذان عند كل صلاة، وتصيح أيضا إذا رأت ملكا أمامها، فالديوك توقظ الناس للصلاة. وهذا يبين فضل الديك لأنه يرى الملائكة ويؤذن للصلاة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك وذلك لفضله. لذلك فإن السحرة إذا أرادوا أن يتقربوا إلى الشياطين فإنهم يقومون بذبح الديوك، لا من أجل الأكل ولكن من أجل ألا تصيح وتؤذن للصلاة، فإن الديوك تتكلم وتسبح الله تعالى مثل البشر. فإن صياح الديوك ليس مجرد صوت يخرج من الديك، إنما هو تسبيح لله تعالى وأذان للصلاة. وهذا من معجزات الله تعالى لخلقه، كي يعلموا أن الله تعالى هو الواحد الأحد، والذي يعبد ويسبحه جميع خلقه إلا بعض الإنس والجن. فلقد كفروا بالله تعالى، وقد خلق الله تعالى لهم العقل ليفكروا به ويعلموا أن الله تعالى هو الواحد الأحد، ولكنهم كفروا وآمن بالله تعالى هذا الديك الذي لا عقل له.